تفتكر ايه العلاقة بين المثلثات والموسيقى وحتى النجوم اللي في السماء؟ هل تتخيل ان في شخص واحد قدر يربط كل دول ببعض من آلاف السنين؟ شخص عبقري وغامض ومثير للجدل. النهارده هنخش عالم واحد من أعظم عقول التاريخ، فيثاغورس. بس مش هنتكلم عن فيثاغورس بتاع المسائل الصعبة، لأ، هنتكلم عن الإنسان الفيلسوف اللي غير نظرتنا كلها للعالم. تخيل معايا كده انك عايش في القرن السادس قبل الميلاد في جزيرة اسمها ساموس في اليونان. وقتها العلم والفلسفة كانوا لسه في بدايتهم. وسط الجو ده كله اتولد طفل اسمه فيثاغورس. بس فيثاغورس ما كانش طفل عادي، لا، من صغره وهو كان عنده شغف غريب بالأرقام وبالموسيقى وبالكون كله. كان بيسافر كتير يتعلم من الفراعنة في مصر، سواء يتعلم من الكهنة اللي في بابل، الحكماء اللي في الهند، دايس في أي حتة. كان عامل زي الجاسوس المعرفي بالظبط اللي بيجمع كل العلوم اللي في الدنيا. لا، والغريب كمان اكتر ان لما رجع لبلده عمل حاجة غريبة. عمل مدرسة، بس مش اي مدرسة، لا، دي كانت اشبه بنادي سري او جماعة سرية اسمها الجماعة الفيثاغورسية، حتى الاسم بتاعها صعب يعني. وكان ليها قوانين غريبة جدا. تخيل انك عشان تنضم للجماعة دي انت لازم تقعد سنين ساكت، ما تطلعش اي صوت، يعني ما تتكلمش خالص. وكانوا بيمنعوا اكل الفول. بس هو اتعمل على الموضوع ده نظريات، انما احنا ما نعرفش. ومن بعض النظريات دي بيعتبروه ان هو نجس او ممكن يسبب لهم احلام سيئة، يعني احلام الكوابيس. كان فيثاغورس بيعتبر الارقام هي اساس كل حاجة في الكون. بالنسبة له كل حاجة حوالينا ممكن تتحول لارقام، الموسيقى، الفلك، حتى الاخلاق. يعني تخيل لو واحد مثلا الخلق بتاعه سيء او اخلاقه سيئة، احنا ممكن نقول له لا يا عم انت رقم 3 مثلا. وكان شعارهم كل شيء هو عدد. طبعا اول ما بنقول فيثاغورس على طول بنفتكر نظرية فيثاغورس بتاعت المثلث، اللي هو القائم الزاوية، اللي هو القانون بتاعه أ أس 2 زائد ب أس 2 بيساوي ج أس 2. وكلنا بنفكر في المسائل بتاعته بتاعت الامتحان. بس يا جماعة النظرية دي مش مجرد قانون رياضي، دي كانت ثورة في وقتها. فيثاغورس اكتشف إن في علاقة ثابتة بين أضلاع مثلث القائم، ودي كانت بداية علم الهندسة الحديث. طيب تفتكر ازاي هو اكتشفها؟ أنا أقول لك هو ازاي اكتشفها. في مرة هو قاعد سرحان في المعبد بتاعه، بص على البلاط، لقى إن هو لما قسمه بقى معاه مثلثين مشتركين في نفس الهايبوتنس، أو في نفس اللي هو الزاوية القايمة دي. وبدأ يفكر في علاقة بين الأضلاع، لكن أكيد يعني إن هو درسها بعمق أكتر من كده. يعني الطريقة دي طريقة شوارعية اللي أنا بتكلم بيه ده. بس فيثاغورس بقى كمان يا ريته وقف مثلا عند المثلثات، لأ، كان عنده شغف كبير أوي بالموسيقى. حتى إن هو في مرة من المرات معدي من جنب ورشة حدادة سمع الصوت بتاع الحداد وهو بيضرب على الحديد، عجبه أوي الصوت. وبدأ يجرب بقى بالآلات الموسيقية زي الأوتار مثلا. اكتشف إن لو عندك وتر وقسمته بالنص بيطلع صوت أعلى بأوكتاف، ولو قسمته على تلتين بيطلع خامس. يعني اكتشف إن النغمة الموسيقية لها علاقة رياضية دقيقة جدا. أنا مش عارف يعني الراجل ده كل حاجة يديها أرقام كده ليه. ده كان في وقتها اكتشاف مذهل، معناه إن الموسيقى مش مجرد فن، لأ، ده علم رياضي بحت. وفيثاغورس كمان اعتقد إن الكون كله بيصدر موسيقى سماوية أو تناغم الكواكب بناء على المسافات اللي بينهم وحركتها. بس ازاي اي شخصية عبقرية ومثيرة للجدل زي فيثاغورس طبعا نهايته كانت غامضة. بيقال ان الجماعة بتاعته الفيثاغورية اثاروا غضب بعض الناس، يعني ضايقوهم بقى وكانوا بيقعدوا يشتموهم بقى ويقعدوا يدسوا فيهم والجو ده. لكن افكار فيثاغورس ما ماتتش،
تلاميذه نشروا علمه في كل مكان، ونظرياته كانت الأساس اللي بنى عليه علماء كتير قوي بعد كده كل نظرياته. يعني تخيل لغاية دلوقتي بنستخدم النظرية بتاعته في الهندسة وفي تصميم المباني وفي فهم الفلك. لما بنبص حوالينا بنلاقي فيثاغورس في كل مكان، في تصميم التليفون اللي في ايدك، حتى في اللحن اللي انت بتسمعه، في طريقة بناء البيوت. فيثاغورس ما كانش مجرد عالم رياضيات، كان فيلسوف، فلكي، موسيقي، حتى داعية. كان بيحاول يفهم سر الكون ويربط كل خيوطه ببعض، ولغاية النهاردة كتير من أفكاره لسه ملهمة وبنكتشف فيها الجديد. في النهاية بنشوف إن فيثاغورس كان سابق عصره بقرون، شخص قدر يشوف الجمال في الأرقام والانسجام في الكون، ويورينا إن العلم ممكن يكون مغامرة شيقة ومثيرة. ما كانش مجرد فيلسوف ولا كان مجرد عالم رياضيات، لأ، فيثاغورس كان فعلا إنسان سابق عصره بكتير قوي. وبس، قولي انت ايه اللي عجبك في فيثاغورس وشاركنا بقى آرائكم، وإلى لقاء آخر مع قصة جديدة.